ادي اخرة اللي عمله ابن سلمان في كل المنطقة العربية. قعد يقول مع ايران يلا يا ايران نطبع مع بعض، وقعد يقول مع اسرائيل يلا يا اسرائيل نطبع مع بعض. فالاتنين دخلوا في بعض. دخلوا في بعض ازاي؟ حماس راحت تعمل العملية اللي عملتها، وبقمة الجهل دخلت في اسرائيل وهي ما عندهاش اسلحة كافية. دخلت في اسرائيل علشان تخلي اسرائيل ما تطبعش مع السعودية. يعني شوف ابن سلمان عمل ايه. وجاب ايران قال لهم يلا نطبع يلا نطبع، وجاب اسرائيل قال لهم يلا نطبع يلا نطبع، ولا طبع مع دول ولا طبع مع دول، بل عمل حرب اقليميه كبيره في الشرق الاوسط. والكلام ده قعدت اكلمك عليه من 3 سنين في فيديوهات قصيره، والناس قعدت تضحك وتقول عليه مجنون. قلت لك ابن سلمان مش هيملك عرش السعودية، لان في حرب كبيرة جاية في الشرق الاوسط. وراجع القناة هتلاقي في اول القناة من 3 سنين الكلام ده، في حرب كبيرة في الشرق الاوسط. قالوا فين الحرب اللي في الشرق الاوسط؟ اي الحرب امام عيونكم في الشرق الاوسط. والحرب دي هتاكل الاخضر واليابس. وعايز اقول لكل دول الخليج اللي بتتفرج على فلسطين وعلى لبنان وهي بتتقتل وبتتذبح قدامها، الكاس هيمر عليكم واحد ورا التاني. لان الحرب دي مش هتتوقف في مكان جغرافي. دي اسمها حرب هرمجدون، وهتبدأ من مرجعيون على حدود لبنان اسرائيل. وهذه الحرب هتقش الاخضر واليابس، لانها هتجمع الاربع العظمى اللي هم امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين. هؤلاء الاربع العظمى هيجوا وهيعملوا لبنان واسرائيل دول حلبة مصارعة كبرى بين كل الدول. مش هيحاربوا بعضهم بعض على ارضهم، هيحاربوا على ارضنا احنا. حسب نبوات مكتوبة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، نبوة ملك الشمال وملك الجنوب المشهورة اللي مكتوبة في آخر سفر دانيال. سفر دانيال ده مكون من 12 صفحة. في الصفحات الأخيرة فيه مكتوب بالنص عن اللي حصل واللي هيحصل. مكتوب إن العالم هيتقسم نصين، والنصين دول هيضربوا بعض عند أرض مرجعيون لبنان على الحدود بين إسرائيل ولبنان. بيقول لك ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس أرض مصر. ده ملك الشمال اللي مكتوب في كتاب النبي دانيال. وتفزع أخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحلم كثيرين، اللي هو حلف شمال الأطلسي. هتفزعوا أخبار من الشرق اللي هي الصين، ومن الشمال اللي هي روسيا، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصف فسطاته بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهاية ولا معين. الكلام ده مكتوب في آخر النبي دانيال. وراجع ورايا، راجع اكتب على جوجل النبي دانيال 12 و11 وراجع ورايا الكلام ده هتلاقيه مكتوب بالنص. مكتوب بالنص. وقال لك كل خرايط الحرب، قال لك اللوبيين اللي هم الليبيين والكوشيين السودانيين عنده خطوات. هتلاقي ليبيا دلوقتي كان فيها وهيبقى فيها صراعات، والسودان سقطت دلوقتي. فاحنا في نهاية الايام، الوقت قريب. السعودية دي هتجتمع عليها كل الارض علشان تنهب جبال الذهب اللي فيها. هو ده جبل الذهب اللي هيتنهب. الاربع العظمى، ملك الشمال وملك الجنوب، لانه قال لك يدخل الى الاراضي البهية الحصينة. خد بالك، الاراضي البهية الحصينة دي اراضي بلا سور، ما فيهاش جيش ولا سور، مفتوحة. فالوقت قريب، احنا في الايام الاخيرة. استعدوا للقاء الهكم.